السلام عليكم. في 2023 إحصائية الطلاق في مصر 269,700، يعني من 270,000. أنت متخيل الرقم؟ ده السنة اللي فاتت 270,000 حالة طلاق، ومحدش يقدر ينكر إن مشكلة الطلاق في مصر زادت أوي 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 عن المعدلات النورمال اللي في كل الدول اللي حوالينا. وللأسف كل الإعلاميين او حتى اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا بيتكلموا في الموضوع ده ما بيعملوش خناقه كبيره ما بين الرجاله والستات بتزيد في التنافر. وللاسف حتى صفحات والبيجات السوشيال ميديا اللي بينزل عليها بعض المشاكل بتزود اكتر ان كل واحد بيخش ينصح بتجربته الشخصيه او بفكره هو، فبيزود اكبر المشكله. وللاسف نسب الطلاق سنه عن سنه بتزيد ومحدش بيتحرك. فانا ليا في دردشه فكره صغيره كده. الراجل والست لو كل واحد فيهم فهم التاني وفهم متطلبات التاني وفهم جنسه هو ايه والفكر الايديولوجي ما بين الاثنين، حاسس ان الموضوع هيقرب شويه. فنبتدي بحاجه في الراجل والست، ايه هي الاولويه القصوى اللي ما فيش قبلها حاجه؟ يعني دي رقم واحد عند الطرفين، ما فيش حاجه قبلها مهما كان. الراجل بيوفر للست الامان، والست بتوفر للراجل رقم واحد الاحتواء والسكن. الراجل ملزم بتوفير الأمان المادي، إن يوفر لها مأكل وملبس ومشرب وعيشة آدمية، مش من الرفاهيات. أنا هنا مش بتكلم عن الرفاهيات، أنا بتكلم عن الأولويات الضرورية في الحياة اليومية. إن هو يوفر لها سبل من المعيشة، أكل وشرب ولبس وسكن. رقم اثنين الأمان الاجتماعي. كلنا عارفين إن الست بتشكر باسم زوجها مش العكس. بالبلدي إن الراجل يوفر لزوجته سمعة اجتماعية، يبقى هو سمعته كويسة، فتلقائيا بيوفر لمراته الأمان الاجتماعي. طب رقم ثلاثة بيوفر لها إيه تاني؟ الأمان في الأمان البدني. يعني إيه الأمان البدني؟ يعني من الآخر كده زوجتك تبقى نايمة في البيت وهي مطمنة إن معاها راجل. زوجتك تبقى ماشيه معاك في الشارع وعارفه ان معاها راجل هيحميها وقت الفقر، وقت الشده هتلاقيه. اي مشكله اي حاجه في الدنيا مهما كانت الصعاب عارفه ان في راجل هيقف في ظهرها، امان ليها. رقم واحد اصلا للست دايما الامان. فالرجاله تفوق معاها كده شويه ويقول لك احنا نوفر كل ده. ما هو للاسف احنا كرجاله ربنا فرض علينا تكاليف زياده جدا جدا جدا، ودي من اساسها، دي من اساس القوامه اصلا. رقم أربعة الأمان المعنوي. يعني إيه الأمان المعنوي؟ ما تبقاش دخيل على مراتك في المشاعر. خلي الكلمة الحلوة لمراتك، ده لما تبقى بره الكلمة الحلوة خليها لمراتك، وما تقولش هي تستاهل أو ما تستاهلش، اعمل اللي عليك. خلي الكلمة الحلوة لمراتك. الأمان المعنوي إن مراتك تبقى نايمة وعارفة إن أنت ما بتخونهاش. الأمان المعنوي إن مراتك تبقى نايمة مرتاحة ويديها الأمان إن عارفة إن أنت لا هتكتب ولا هتخونها ولا هتأذيها ولا لا مؤاخذة أنا آسف هتغفلها ولا هتعمل أي حاجة فيها إن أنت تجرحها أو تجرح مشاعرها أو تيجي على أي حاجة بتحبها سواء هي أو أهلها. نيجي بقى هنا للست. الست رقم واحد الراجل عايزه منك الاحتواء والسكن. هتقولي إيه ده مش المفروض الراجل يا حبيبي؟ ما قلنا الطرفين بيقدموا لبعض كل حاجة بس في أولوية. من خلق لمن؟ هل آدم خلق لحواء أو حواء خلقت لآدم؟ حواء خلقت لآدم. ليه؟ حواء خلقت لآدم حتى إيه؟ تؤنسه. الراجل خلينا متفقين سواء بقى الناس اللي بتنتج للنسويات أو الكلام ده، خلينا متفقين إن الراجل هو أكثر كائن في الأرض يتفحت حرفيا في كل حاجة. فهو بيرجع شايل هموم الدنيا كلها من غير ما بيتكلم، لأن إحنا عارفين إن الراجل ما عرفش يعبر عن مشاعره. ننتظر من الست إيه؟ تكون سكن ليه، تبتسم في وشه، تحاول تريحه، تحاول تبقى حنينة عليه وتوديه. هي دي دورها رقم واحد في الحياة. فهو ده الدور الأول. زي ما الراجل لو ما قدرش يوفر الأمان لمراته فالراجل ده فاشل وزوج فاشل. برضه الست لو ما قدرتش إن هي توفر لجوزها السكن والاحتواء فهي زوجة فاشل على الطرفين. فرقم واحد نبتدي من سلسله الحلقات اللي عايز اعملها في حته تقارب الفكر شويه ما بين الراجل والست، ان كل واحد يعرف التاني عايز ايه. خلينا متفقين
فأول حاجة إن الراجل أول حاجة يعرف المفروض يوفرها عليه فرضا الأمان، الأمان في كل حاجة، معنوي ومادي واجتماعي وبدني وكله. والست مطلوب منها رقم واحد في اللي توفره للراجل السكن والاحتواء. فاستقيموا يرحمكم الله، وإن شاء الله ربنا يهدي النفوس وكل طرف يفتكر إن إحنا مش داخلين في حرب. إحنا بنعيش عيشة كريمة وهم كام سنة وبنقابل رب بوجه كريم، فنعيشهم مرتاحين وسعداء بلاش. بس لازم علشان نعرف نعيش لازم نفهم العلاقات الأول، نفهم دور كل واحد فينا لنفسه قبل غيره، وهنا ساعتها نعرف نبقى في علاقة ناجحة ويبقى في أسرة ناجحة. 70,000 أسرة اتقتلت السنة اللي فاتت، هي الأمة كلها، الأمة اللي بيقول عايزين الأمة تفوق، ما الأمة تفوق إزاي والأسر بتاعتها متهدمة، أسر مفككة، أجيال بتطلع ما بين أب وأم انفصال، كل واحد فيهم بيجري ورا حقوقه، الدنيا بتبوظ. فرقم واحد أنا بقول الطلاق ومش الطلاق مش عارف إيه، لا، نصلح الأجيال ونصلح الناس اللي موجودة دلوقتي، إن إحنا نوعيهم. الراجل يعرف دوره إيه والست تعرف دورها إيه، لأن الراجل راجل والست ست. سلام.